بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله رايحين نكمل لكم قصة العقيلي الجزء الثالث. وممكن السموحة تأخرنا عليكم نحن في الجزء الثالث، وكثير من متابعين الكرام دشوا علي على الخاص وقالوا أبو علي تطولت علينا ونحن نبغى نسمع قصة العقيلي الأخيرة. فالكم طيب إن شاء الله، وهذا الجزء الثالث والجزء الأخير. المهم نحن توقفنا عند الجزء الثاني لما كان العقيلي ويا العبد اللي يرعى الإبل، عبد المعنى اللي هو أبو الجازية، لما يرعى الإبل في البر والتقى وياه، وعرف العقيلي ان العبد هذا عبد انه مو بسهل، وعبد ذكي وفطين. ظل العقيلي وياه لمده اسبوع، ويا العبد ظل وياه لمده اسبوع. خلال الاسبوع هذا العقيلي استانس من الرجال، وشاف ان الرجال هذا راعي فزعه وراعي نخوه وارتاح منه، فقام وخبره بقصته كامل. قال له انا كذا كذا قصتي مع الجاجه، لما شاف على المورد، ولما راح لبيت ابوه، ولما مرض وتم مده سنه مريض، ليه ما صار يدور على منو، يدور على الجازي. فهني لما خبره بسده وخبره بالسر اللي عنده، هني العبد قال فارك طيب انا ببزع لك. قال للعبد نحن كل يوم العصر نودي الحليب للقصر، نحلب البوش ونودي الحليب للقصر، ونحط الحليب على البعير، والبعير روح يندل الطريق. يعني البعير ما حد يقود يشير وياه، لا نحن نحطي عليه مضرينه ومدربينه، ويصير يندل الدرب البعير ويدش سيده على القصر. ونحمله نحن نحط عليه الخري، ونحط الحليب في الخري. قال له انا بحطيك في الخري اللي نحط فيه الحليب، وبتدخل انت القصر وبتشوف غرفه الجازيه اعلى مكان في القصر. انت من تدخل دبر حالك داخل، هو وصف له وين مكان الجازي وين غرفه الجازي. المهم حطها في الخري، ودخل العقيلي مع البعير اللي بيدش على الحليب. دخل ودبر حاله. يوم دخل هناك نسل طلع من الخري، وصار من دون ما حد يشوفه، وطلع وظل يراقب، وصل عند غرفة الجازية وظل يراقب لمدة 3 أيام. مكان من دس فيه، ويراقب مكان الجازية من يطلع من يدخل، ويراقب المكان. ظل لمدة 3 أيام على حسب كلام الرواه. من بعدين دخل على الجازية من عقب 3 أيام. شافت الجازية، يوم شافت الجازية طبعا تفاجأت فيه وفرحت فيه ان شافت العقيلي، وسوت له وليمه، عزيمه كبيره سوت. قالت انا كيف بس الا اسوي لك عزيمه، انت رجال عزيز علينا. فشو سوت؟ خبرت اهل القصر كلهم، قالت لهم انا اليوم عازمتكم، عازمه اهل القصر كلهم، مسوي لكم عزيمه ومسوي لكم الذبايح، بذبح لكم الذبايح. وذبحت الذبايح وذبحت الجعدان، هي كلها علشان منو؟ علشان العقيلي. ف وزعت لهم الذبايح، ووزعت اللحم حق اهل القصر كلهم، ويابت احسن اللحم واحسن هذا، يابت قدمته للعقيلي. عاد العقيلي ما حيدري عنده بالغرفه فوق. المهم ان الحليب يوم يجي الحليب يشوف الحليب ناقص. ليش الحليب ناقص؟ لان العبد كان يسقي البكره، كان يسقيها حليب، لان العبد مسك البكره العقيلي وبعدها شوي عن البوش، وحطها بمكان ما حد يشوفها، وكل يوم ودها الحليب. هني في القصر يعني شكوا في الموضوع، قالوا ليش الحليب كل يوم يجي ناقص 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 ناقص. ساروا للعبد قالوا ليش الحليب يجي ناقص كل يوم؟ قال لهم والله ما في هذاك الحليب اللي موجود. المهم ما اعترف، وطرشوا له الثاني والثالث. المهم طرشوا له اخر شيء يمكن الرابع، وكان الرجل هذا شوي فطير، وقام يتحسس من العبد، وعرف ان العبد عنده بكره وداسنه، وصار يبلغ عليه. قال لهم العبد بوي عنده بكره كذا 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 داسنه، ويسقيها الحليب كل يوم، وهذا السبب ان الحليب كل يوم يجيكم ناقص. يا ابو العبد، قالوا له كيف انت منو هالبكره؟ كيف تسقي البكره حليب وداسنه عندك بكره من؟ قال لهم والله انا البكره هاي اسمحوا لي، وانا شفتها في البر، طاشه في البر بروحها وعليها شداد، وبكره اصيله، وانا طمعت فيها وحطيتها عندي. قالوا له كذي؟ قال نعم. مسكوا البكره ودخلوها عندهم في القصر،
وحطوا عليها رصاص حديد، فصغوها وقطعوا عنها الاكل وقطعوا عنها الماء. العقيلي يشوف البقره، العقيلي داخل في القصر يشوف البقره وهي مرصوغه، همت البقره، فقال حق الجازي قال البقره صيدح بكرتي هاي وبدون اكل وبدون هذا ما يستوي. قالت شو الحل؟ قال الحل اني انا بقص القيد الحديد، بقص قيد الحديد اللي مرصوغه فيه البكره، والبكره هاي بكره سبوق، وبنشرد انا وياش على البكره. قالت له تب، وافقت عند الجازي على هذا الكلام. قال هو الحين يخبرها عن البكره، قال هاي صيدح اسمها صيدح وبكره سبوق، ويقول المثل ما يسبق صيدح الا ولدها، وصيدح ما لها ولد، يعني صيدح بكره صغيره ما لها ولد، ولكن مثل مشى عليها ما يسبق صيدح الا ولدها وصيدح ما لها ولد. المهم تسلل العقيلي بليله ظلمه في الليل ودش عند البكره وقص قيد الحديد من على البكره، وركب البكره هو الجازيه وروح يبي ديار اهله. حسوا به الجماعه لحقوه، ولكن ما تلحق البكره، لحقوه لكن العقيلي وصل ديار اهله قبل ما يلحقوه الجماعه. وصل عند ابوه والجازي عنده، وبعض الرواه يقولون ان اهل الجازيه جو للعقيلي لديار العقيلي، وتزوج العقيلي من الجازيه بحضور اهل العقيلي وبحضور العقيلي بروحه، يعني تزوجوا في القبيله. وهذه قصه العقيلي ممكن تحصلوها عند الرواه. انا مثل ما تكلمت في البدايه ان في اختلاف في عد عند الرواه، في اختلاف من بعضهم، يعني في اختلاف بسيط يمكن تحصلوا عند راوي ثاني يروي لكم القصه، ولكن في اختلاف بسيط. المهم خلصت قصتنا، قصه العقيلي خلصت عند هذا الحد. المهم في قصيده جميله للشاعر سالم بن سعيد الدهماني راعي المنيعي. سالم بن سعيد الدهماني سوى قصيده عن العقيلي، قصيده لها مقدمه طويله. انا اللي يحضرني من القصيده بس من قصه العقيلي، من قصه العقيلي تحضرني منها القصيده. قصيده طبعا طويله موجوده في المكتبات. سالم بن سعيد الدهماني راعي المنيعي له ديوان، والديوان ماله موجود في المكتبات متوفر اللي بيشتريه. المهم انا بعد لكم القصيده اللي يحضرني منها. يقول سالم بن سعيد الدهماني يقول: ولد العقيلي النص من حاله نزل، مدة سنة طايح على الكرفاية، حينشدوه وقال ما في سوى مدقدق عظامي ومريض حشاية، على الصفر حاين ولا ري محتمل، وما تنقض الجثة تلين عضاية. ومن عقب ذاك الحال العقيلي انتقل له قصة عند العرب مطراية، رباه خزيزة واستياد من الفحل، ظبيان ابوها وامها من الداية، يود عليها وحط مرقوم الغزل، وادع الشيب وفسروا الحكايه، وقال له برايك روح ما زيدك عقل، يدك عقيد القوم والغزايه، وعساك بالتوفيق وهلا الظل ولا المسارق ياخذوك دايه. قال له الخبر بيجيك عن صافي الفعل، وحيد خالي لابتو مسمايه، لياخذون الثار برهاف النصل، ما ينهزم يلي وراه صبايه. دور الرابه والصبخ ما ينفصل، والحادثات هدايه وغوايه، والفرض يثمر فرض ويود النسل، وانا بولدك هو بولد مايه، وان شاء الله بمظنون قلبي بتصل، ودور خلي حلو سهم برايه. وسلامتكم. هني انتهت الجزء اللي انا حافظنا من القصيده. القصيده طبعا لها تكمله ولها مقدمه. يا مرحبا الساعه، ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا ويانا في قصه العقيلي. يا مرحبا.